تعالى يا راجل، فينك؟ وحشتني، بقالنا قد ايه ما شفناش بعض؟ 4 ايام اهو باين، ولا 5؟ لا اقل من كده. في ايه؟ اولا شكرا على التفاعل الاسطوري اللي حصل على الفيديو اللي فات. الحمد لله. وصلنا كام؟ وصلنا 3000 مشاهدة. احنا كنا فين؟ كنا بنجيب ال400 بس. الحمد لله ايه، وصلنا اهو. ايدك معانا ما تنساش، وهنوصل بإذن الله. حضر قهوتك، او لو بتعمل غدا هاته، وتعالى اقعد جنبي بقى اما نشوف حكاية المركبين اللي بيقولك فضلوا محيرين العالم من 1845 لحد ايه، لحد 2014. محدش عارف عنهم حاجة. النهاردة احنا هنعرف بقى ايه راحوا فين، وجم منين، ووقفوا فين، بس ايه بعد الانترو. في 1845 بحكم التجارة كانت بريطانيا رايحة جاية على الهند. الهند دي بقى عند بريطانيا فرخة بكشك، منجم ذهب. الهند يعني سكر، يعني بن، يعني شاي، توابل، عبيد. نص اقتصاد بريطانيا حرفيا كان قايم على الهند. طب حلو، فين المشكلة بقى؟ المشكلة ان عشان تروح هناك كنت محتاج تلف اللفة الطويلة دي حوالين قارة افريقيا عشان توصل. ما تخافش، ده مش حصة جغرافيا، احنا بس ايه بنمهد كده للقصة. اللفة دي حوار لوحده، وقت ومصاريف. ما هو مش كل شوية بقى ابعت لي مركب بقى تتسوح لها سنة ونص في البحر، ولا سنة واللي نجيبه نصرفه. طب ما تشوفوا لنا يا جماعة طريق تاني كده مختصر، وبدل الفرهاضة دي كلها. ما كانش في قناة سويس بقى ولا حاجة وقتها. فأقرب طريق فين؟ قال لك أقرب طريق من القطب الشمالي. طب فين القطب الشمالي؟ قول لي فين. بص معايا، شكلك ساقط جغرافيا. مفروض يا ريس انهم يعدوا كده 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 ويلفوا لحد ما يبقوا هناك. ولو انت فاكر ان المسافة دي اطول او ما ينفعش، تعالى هبسطها لك. بص يا سيدي، لو افترضنا ان بريطانيا هنا والهند هنا، فهي كانت بتلف اللفة الطويلة دي من حوالين قارة افريقيا عشان ايه توصل لها. دلوقتي بقى من القطب الشمالي هتاخدها كده على طول. وده ليه؟ عشان الارض كروية. عشان الناس اللي عمالة تقول لك ايه الارض مسطحة والكلام ده، اهو من 1845 اهو، يعني قبل ما ناسا تطلع بشوية حلوين. فبلاش فتي والنبي. المهم بس خلينا ايه في الموضوع عشان ما نبعدش. طيب حد راح القطب الشمالي ده قبل كده؟ لا ما رحناش، احنا بس كده ايه بصينا بصه من بره. طيب خلينا نجهز مركبين يروحوا يشوفوا لنا ايه الدنيا. جهزوا فعلا المركبين، واحده اسمها ذا تيرور، واحده اسمها ذا ايربس. واضح طبعا من اساميهم ان هم مراكب مش عاديه، وده حقيقي فعلا. السفن دي كانت اصلا حربيه واتجهزت مخصوص عشان الرحله دي. طلع بقى ايه حاجات كده في المقدمه شبه السيف عشان تشق التلج، ونظام تدفئه كده للمراوح. المهم يعني ايه ظبطوهم تظبيطه حلوه كده ايه بحيث ان هم تقاوم كل انواع التلج. وعملوا في حسابهم ان الرحله دي مفروض انها تاخد سنه ونص. وسنه ونص بالمناسبه مش دي المده اللي هياخدوها للهند، لا دي رايح جاي، وكمان لسه مش عارفين في ايه. احنا ماشيين ادينا بنستكشف، نشوف بقى الطريق ده سالك ولا لا. وقفنا يا ابني اما نبص بصه، اركن على جنب كده اما نكتب الاحداثيات كده. طب حلو، الاكل ايه بقى؟ كان وقتها طلع الاكل المعلب. هي فكرة قديمة شوية، كانت طلعت أصلا عشان حروب. يعني وجبات ما بتاخدش حجم كبير في الشنطة كده معاك بسرعة، وفيها بقى الفيتامين والبروتين وكل التين ده. وصلاحيتها قد إيه؟ 3 سنين. حط لي بقى 3 سنين دي بعد إذنك بين قوسين. طيب وهنشرب إزاي؟ فاتعمل سيستم كامل يحل مية البحر بالتسخين، وبرضه البخار نستعمله كمان إيه في التدفئة بالمرة كده إيه 2 في 1. طيب افرض زهقنا، هات لنا بقى كتب معانا، وهات كمان شطرنج، وعايزين كرة قدم. وكرة القدم بالمناسبة كانت ظهرت قبل كده بكتير، ده من القرون الوسطى، بس هي بقى ابتدت تتنظم ويتحط لها قوانين بعد التاريخ ده تقريبا بحوالي 20 سنه. وهيطلع معانا كمان 140 واحد مختلفين الوظائف، ما بين بقى دكاتره وظباط وبحاره. بس ناقصنا اهم 2، الاباطين. الناس بقى اللي هتقول لنا احنا نروح فين ونيجي منين. فكان الاختيار وقتها واقع على 2 من عتاوله البحر. ناس بقى اللي هي ايه لها صولات وجولات، والبحر ده خد منها رقات. مش مهم اساميهم قوي لانهم رفضوا. قال لك قطب شمالي ايه يا باشا؟ معلش احنا والله ما متحركين من مكاننا، لا عندنا استعداد لا نخاطر لا بنفسنا ولا بالناس اللي معانا. ولما الاتنين دول يقولوا الكلام ده، فعليك ايها المتابع الجميل ان تقلق. فكان في راجل طيب كده قال لهم بصوا انا اعرف 2، واحد اسمه جيمس واحد اسمه فرانكلين. الناس دي ايه ممكن تصد في المهمه دي، ابعت هاتهم يا عم. جيمس ضابط في اوائل الثلاثينات كده، دخل حروب بحريه ومعروف عنه انه ما بيخافش. كمان كان في حرب من الحروب اللي كانت ضد الصين كانوا خسروا فيها، وقدر ايه بشطاره
اشاره كده يرجع بالمركب لوحده، يعني تقريبا فاهم. وفرانكلين الراجل التاني او الراجل الاولاني لان هو المفروض ان هو يبقى القبطان، راجل برضه لفله لفه حلوه في البحر واكتر من مره شارك في حروب ومعروف عنه كده انه ايه طيب كده في وسط الناس. لكن مشكلته الحقيقيه ايه بقى؟ ان اصحابه بيعايروه بالراجل اللي اكل جزمته. ايه بقى حكايه الراجل اللي اكل جزمته سريعا كده وركز عشان تعرف بس ايه قد ايه الراجل ده نحس. بيقول لك يا سيدي مره دخل بالغلط كده ايه بالمركب في حته ما، فطلع عليه قراصنه سكوه على قفاه وخدوا اللي على المركب كله وسابوه هو والرجاله بقى ايه منهم للبحر، ومن الجوع ابتدى ايه ياكل في جزمته. راجل طيب كده يعني ايه، ونفسه وامنيه حياته يا عين الرحله دي تكمل على خير عشان يرجع بقى ايه كرامته في وسط الناس. المهم ما طولش عليك قول طول، خرجت السفينتين من المينا والكل متحمس من اكبر راس لاصغر راس. فضلوا ماشيين حوالي 4 أو 5 شهور والشتاء دخل عليهم، ومع دخول الشتاء كان السسبنس بقى بدأ. 5 من الرجاله اللي كانوا معاهم ابتدى يبان عليهم التعب، ما عادوش بقى قادرين خالص، لان للاسف كان من ضمن الناس اللي موجوده ناس برضو ايه جسمانيا برضو ايه ضعيفه، ودي كانت غلطه من فرانكلين برضو في اختياره للناس، بس ما علينا من دي. طب وبعدين يا جماعه الناس دي مش هتعرف تكمل معانا، هنعمل ايه؟ طب بصوا يا رجاله احنا قدامنا اسبوع ان شاء الله ونوصل لجزيره جرينلاند، هننزلكم هناك. وقتها بقى كانت التجاره ما بين بريطانيا وجرينلاند رايحه جايه بقى، فهننزلكم هناك وانتم من هناك اركبوا اي توك توك يوصلكم ايه لبريطانيا. وخدوا معاكم الرسائل دي طمنوا الناس. وفرانكلين برضو ايه كتب له رساله لمراته بيطمنها فيها ان هو ايه مسيطر في البحر يا بيبي زي ما انا مسيطر في البر، واخد بالك، مالناش دعوه بالناس مالناش دعوه بالناس. المهم ايه نزلوهم وكملوا. كانوا خلاص بقى ابتدوا يخشوا في الجد، والتلج بقى ابتدى يبان على حقيقته، تلج ما شفتوش انت بقى لا في فيلم تايتانيك ولا في اي مكان. درجه الحراره كانت بتوصل لسالب 40، ولو مش عارف الرقم ده يعني ايه، ده يا ريس بيخلي البحر عباره عن لوح تلج زي ما انت شايف كده بالظبط. بس ستر ربنا لحد دلوقتي احنا لسه ايه في المرحله الاقل خطر من دي، رغم ان هم شافوا كتير، بس هم كل امنيتهم دلوقتي كانت في جزيره ان هم يقعدوا عليها يريحوا شويه. فبيبصوا لقوا نفسهم عند جزيره اسمها بيتشي، جزيره صامته مفيش عليها اي حياه، تلج في تلج مفيش مخلوق، لو لمحت دب قطبي كده يبقى من عند ربنا. بس ما كانش قدامهم حل تاني، كان لازم يستنوا فيها لحد ما الشتاء يخلص. مش عارفين يمشوا خالص. كمان الناس ابتدت تفرهد. بعد شويه وهم على الجزيره مات منهم 3 بدون مقدمات وبدون اسباب واضحه. ايه اللي حصل لهم؟ هقول لك اهو. المهم فضلوا معسكرين على الجزيره دي قد ايه؟ 1.5 شهر، وفضلوا حاطين ايديهم على خدهم مستنيين الشتاء يخلص. وخلص الشتاء فعلا. طب يلا رجاله هنكمل يلا. كان عدى وقت قد ايه بقى من ساعه ما بداوا الرحله؟ 2 سنين. انا اختصرت لك كده في الاحداث عشان كل ده ملوش لازمه. ومعاهم اكل صلاحيته قد ايه؟ 3 سنين. وجا واحد يا ريس بيفتح الاكل لقى الاكل ايه؟ لونه متغير. يا دكتور الحقنا، الحق يا دكتور، في ايه شوف لنا الحكايه دي ايه بقى الحكايه دي؟ ماده الرصاص اللي في العلب الصفيح اختلطت مع الاكل فعملت حاجات في الحاجات، فالاكل اتسمم واللي هياكل منه عليه العوض ومنه العوض. وزي ما انت ممكن تكون توقعت ان ال3 اللي ماتوا دول كانوا ميتين بنفس السبب. نهار اسود. طب والعمل؟ شوف لنا يا ابني بقى الكراتين دي كده حكايتها ايه؟ سليم ده هاته على جنب، وده بايظ ماشي ارمي. فلتروا الدنيا كده ولموا اللي قدروا عليه وخزنوه تاني. طب ليه بقى جابوا الاكل في علب صفيح رديئه بالشكل ده؟ بص هو مفيش سبب محدد، بس احنا ممكن نخمن كده. والله جايز الحكومه مثلا حبت توفر، او بتوع العلب مثلا ما كانوش اخدين بالهم، او كانوا عارفينهم مطنشين عشان الطلبيه كانت كبيره والوقت كان ضيق. وارد. مرات فرانكلين بقى ابتدت تقلق. ايه الراجل فين؟ قال 1.5 سنة والنهارده بقاله 2 سنين. ايه يا سلطات ما تعملوا حاجه؟ سلطات طمنوها قالوا لها بصي ده طبيعي، مش كل الرحلات يعني بتلتزم بنفس الميعاد، ساعات يقولوا 1.5 سنة ويجوا بعد 2.5 سنين. افتح انت بس ايه على جنب. وعلى الجانب التاني كانت الرجاله بقى ايه دخلت في الغميق، لدرجه انهم ما كانوش بيفرقوا لا بين الشتاء ولا الصيف من كتر ما كان الجو ثابت على وضعه. عدوا هم على جزيرتين قبل كده خلي بالك، جرينلاند وبيتشي، ما تتوهش مني. الجايه دي بقى كانت جزيره فيكتوريا. وصلوا لهناك ووقفوا في النص كده بالظبط، يروحوا من الجنب ده يروحوا من الجنب ده. جيمس كان شايف ان هم يروحوا من الطريق اليمين على الاقل عشان طريق معروف. صحيح طريق متعب شويه لكن مازال طريق معروف وسمعنا عنه قبل كده. وفرانكلين كان شايف ان هو يروح من الشمال على اعتبار ان احنا بنستكشف يا جماعه، مش جايز نلاقي حاجه حلوه ناخدها معانا، مش جايز نلاقي طريق سالك. طب ده وقته والنبي، يعني انت معاك اكل صلاحيته بتروح في داهيه وبقالك انت 2 سنين في البحر. راجل طيب محدش يناقشني، انا القبطان، احنا هنمشي شمال، وانت طبعا عارف اخرة المشي الشمال ايه
بالعافيه مشوا 1200 كيلو. كان فعلا بقى الارهاق ابتدى يبان على الطقم كله، كل واحد بقى بيلم نفسه بالعافيه، لحد ما فجاه لقوا نفسهم قدام جزيره اسمها ويليام، المحطه الرابعه والاخيره. عند جزيره ويليام كانت المراكب وقفت مكانها خلاص، مفيش حركه. عملوا المستحيل عشان المراكب تتحرك، مفيش فايده. الايام عماله تفوت وشهر ورا التاني ومفيش اي جديد. يفضلوا اصلا قد ايه على الوضع ده؟ سنة ونص، وهناك سنتين، يعني 3 سنين ونص كده. الاكل بالسلامة. مين هيستحمل بقى الظروف دي؟ محدش كان مستحمل فعلا. ده 23 واحد منهم مات فجأة، بما فيهم الحاج فرانكلين نفسه. نحس فاكر انت الرحلة اللي اكل فيها جزمته؟ برضه كان وداهم من طريق غلط وما حرمش برضه. طب وبعدين احنا هنفضل قاعدين كده لحد ما نموت هنا؟ معانا اكل لسه قد ايه؟ معانا قد كده. فضلوا بقى ايه، يلموا شوية عيش من هنا، حتة جبنة، علبة سليمة، لموا ايه ما يمكن لموا وحملوه على المراكب الصغيرة بتاعة الانقاذ، وابتدوا يتحركوا. هيمشوا بقى يشوفوا بقى، يسعوا في ارض الله عل وعسى يقابلوا حد. طب هو الاكل كان كتير كده عشان يحملوه في مراكب؟ لا، الاكل ما كانش كتير. هم خدوا المراكب، ما تنساش، عشان واقفين في نص المية. هم مش واقفين على الجزيرة على فكرة، هم واقفين في نص المية. يعني التلج لو داب، فاهمني، هيلاقوا نفسهم منهم للبحر. مش دي المشكلة. المشكلة الحقيقية ان هم عشان يقابلوا بشر محتاجين يمشوا 1600 كيلو. طب انا رد ذمتك، بذمتك دي ناس تمشي 1600 كيلو؟ دي ناس اصلا عندها القدره ان هي تمشي 200 كيلو. وطبعا ما كانوش يعرفوا الموضوع ده. هم لو كانوا يعرفوا ال 1600 كيلو دول كانوا ماتوا مكانهم. كانوا تدريجيا بقى ابتدوا يوصلوا لمرحله اليأس، وكل واحد بقى ابتدى يراجع ذكرياته، اللي وراه بيته واللي سايب اهله، وهو انا هموت، طب يا ترى في حد هيجي ينقذنا؟ يا رب البحر يتشق، طب يا رب الشمس تطلع. محاولات بائسه مفيش فيها بربع جنيه امل، والاكل بيخلص. الحل ان اللي هيموت ده هناكل جثته، ما فيهاش حل تاني. كان صعب عليهم اكيد، بقالهم 3 سنين ونص مع بعض، اصحاب واخوات، فجأة لقى نفسه بياكل دراعه ولا رجله. مش عايز اتخيل بصراحة. لا، وزيد على كده كمان كان العظم بيعملوا بيه شرب عشان يتدفوا. ما تستغربش من المرحلة اللي وصلوا لها. ما عادوش بيفرقوا فعلا مين اللي احنا اكلناه ده، ولا طعم البتاع ده ايه، ولا هجيب اللي في بطني وانا باكل ولا لا. خلاص اتحولوا لزومبي بقى، مستنيين اي جثة تموت عشان ياكلوها. وفضل الحال على كده، شوية يمشوا وشوية يموتوا، لحد ما صفصفت على اخر واحد اللي مات مكانه. كانش فيه اي فرص خالص للوصول. ده هم كل اللي مشيوه حوالي 400 كيلو. طيب لما كله مات كده، احنا بقى عرفنا القصة دي منين؟ القصة دي يا ريس احنا عرفناها من مسلسل اسمه ذا تيرور، بيحكي بقى القصة كاملة. خد تعالى، وانا برضو هجيب لك المصادر من مسلسل. يخص عليك، ده عشان فيك برضو. المسلسل حلو وممكن تتفرج عليه، بس هو المشكلة فيه ان هم حطوا شوية خيالات، ابتدوا يحطوا وحوش بتهاجمهم وتنانين وحاجات كده ايه عشان الدراما. بس مازال حلو لسه برضو ايه، تقدر تتفرج عليه. انا اقول لك انا عرفت منين. بص يا سيدي، الفترة دي كانت فترة اكتشافات. كل امبراطورية بقى مسرحة رجالتها في البحر. روح يا ابني شوف لنا كده ايه اللي بيحصل هناك كده في اخر العالم. فهتلاقي بقى كولومبوس بيكتشف له الامريكتين، وده ياخد له جزيرتين، وده يزرع له شجرتين، ودايرة كده بقى. فيشاء القدر كان في بعثة من كندا معدية من نفس المسار، وكندا بينها وبينهم ال 1600 كيلو دول هم اللي كانوا هيمشوهم. يعني الناس دي لو كانت مشيت وكملت كانت هتوصل كندا. المهم البعثة دي شافت الجثث، وده طبعا عشان الجليد جمدهم، وشافوا كمان رسائل مكتوبة، وقدروا يفهموا ايه اللي حصل بالظبط، وكتبوا الكلام ده كله وسجلوه وحفظوه. طيب بريطانيا فين بقى؟ بريطانيا كانت ابتدت فعلا تتحرك بعد 3 سنين، وده بعد الحاح من مرات فرانكلين. غير كده ما كانتش هتبعت، ما كانش عندها استعداد تصرف تاني اصلا في رحله، مش ملحقوش يفوقوا اصلا من الالم فرانكلين. بعتت مركبين فعلا عشان يدوروا عليهم، بس المركبين لسوء الحظ برضو اتعلقوا في وسط التلج. وستر ربنا ان هم ايه، ما كانوش غوطوا قوي. هم وقفوا عند جزيره بيتشي اللي كان مات فيها ال3 الاولانيين. شافوا ال3 جثث مدفونين، وشافوا الخيم، وشافوا بواقي الاكل، وشافوا رسائل مكتوبه ان هم كانوا تعبانين بس مكملين برضو مفيش مشكله. فكندا جابت لها شويه معلومات من هنا، ودول جابوا شويه المعلومات من هنا، وفضل اللغز الاكبر. المركبين فين؟ محدش عارف. يا جماعه ما تهزروش، فين المركبين بجد؟ والله ما حد عارف، ما حدش عارف فين، مش لاقيينهم. فضل الحوار ده شغلهم لحد 2014، يعني بعد الحوار ده تقريبا بحوالي 169 سنه. يا سلام، شايف الدقه؟ قال لك ايه بقى في 2014؟ قال لك احنا هنمسح المنطقه بالكاميرات اللي وقفت فيها المراكب بتاعه فرانكلين، ونشوف كده اذا كانوا غرقوا ولا حصل حاجه احنا مش فاهمينها. فبعد الكنس والمسح اكتشفوا المركب غرقانين على بعد 250 كيلو تقريبا من المكان اللي وقفوا فيه، بحالتهم معظم الحاجه تمام زي الفل. خدوا اللي خدوه وحطوه في المتحف. انا بقى الجزء المرعب بقى بالنسبه لي كله
هو في الناس اللي هي نازله تكتشف المراكب دي. يا جماعه محدش بيخاف بجد والله. انت متخيل انت تفضل عايم كده وفجاه تلاقي مركب كبيره كده مره واحده قامت منوره قدامك؟ انت بتضحك؟ طب والله العظيم الموضوع مرعب قوي على فكره. طب بذمتك انت حاول تتخيل كده، بذمتك الموضوع ده يخوف ولا لا؟ بيجي لهم قلب ازاي يعني؟ المهم يعني ايه، ربنا ما يكتب علينا رحله للقطب الشمالي ولا يرزقك ابدا حظ فرانكلين. ان شاء الله اشوفك يوم الخميس الجاي. ما تنساش السبسكرايب الجميل ولايكك الحلو، وتلف لك برضو ايه لفه في القناه. يلا سلام.